السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السادة العرب. السادة العرب لكل العرب. طبعا لا صوت يعلو على صوت نهائي أفريقيا. قبل نهائي أفريقيا الزمالك، الأهلي، الرجاء، الوداد. الماتشين دول شاغلين العالم العربي كله ويمكن كمان أوروبا، لأن يعني معظم وكلاء أوروبا بيجوا كاس افريقيا، ابطال افريقيا، بيجوا كاس افريقيه، بيتفرجوا على المباريات النهائيه عشان ينقوا لعيبه يكسبوهم بره او يجيبوا لهم بطولات بره. فطبعا هيبقى كلامنا كله مصب على قبل نهائي دوري ابطال افريقيا مع نجمنا الجميل. يعني عايز اقول ان الكابتن سيد من الناس اللي انا بقعد اتكلم معاهم ومبسوط جدا وانا بتكلم معاهم، لانه بيفيدني وبيفيد طبعا الساده المشاهدين. لاعب كوره كبير واصلا في المجال الرياضي اللي يعني بيعمل حاجات جميله جدا جدا، وانا بحب اتكلم معاه. كيف ازي حضرتك؟ جمال، وحشني كتير وسعيد جدا انا معاك ومع ابتسام الشرباجي ومع مجموعه العمل الجميله دي، ومتشكر جدا على التقديمه اللي ما تلاقيش بيها خالص دي. انا اصغر من كده كتير، انت اللي تليق بالمكان دي والله. انا اللي سعيد جدا موجود معاك. الماتشين يعني اسمها الدور قبل النهائي نقول عليها دوره الكبار بقى. أيوة. اهلي وزمالك ورجاء ووداد هناك بيلعبوا نهائي دوري هنا وهنا، اول وثاني، وبرضه وصلوا نهائي افريقيا. انت شايف الماتشين دولت ازاي؟ نبتدي الاول بالاهلي والوداد اللي هيلعبوا، يعني فاضل ساعتين يبقى هيلعبوا النهارده. أيوة. فهم دلوقتي هيلعبوا بكره. انت شايف الماتش ازاي؟ ماتش قوي. اول مره في دور نهائي بشكل انا متابع الاهلي كويس قوي. مش مطمن 100% على اداء الاهلي بره القاهره. يعني وجود بتكلم بصراحه شويه، وجود سردباكين هما الاقل في تاريخ النادي الاهلي مخوفني جدا 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 من نهائي افريقيا. يعني مش شايف ياسر ابراهيم او ايمن اشرف هم يليقوا بمستوى النادي الاهلي او يلعبوا نهائي افريقيا. كنت بتمنى اثنين دول خالص، لكن الاثنين دول يمكن يكون من حسن حظهم ان قدامهم اليو ديانج وعمرو سوليه، يمكن يكون من حظهم، لكن هم اثنين قليلين جدا مخوفيني في نهائي افريقيا، مخوفيني. طيب عايز بس اقول، انا ما بعرفش ده فيه، بس عايز اقول ان مره ان النادي الاهلي لعب باحمد فتحي، قصدي حمدي فتحي وايمن اشرف، لعبوا مساكين قصاد اللي معظم الماتشات اللي لعبها موسيماني، ورغم ذلك ما دخلش فيه جواه. لا يا كابتن، طب واداء حضرتك؟ حمدي فتحي لعيب هايل في نص الملعب. لو حضرتك شفت المباراه او تابعت المباراه، حمدي فتحي سيء جدا. عشان كده ما هو كان جرب يلعبوا السباك المره دي. لا، حمدي فتحي ما يلعبش خالص سردباك، هو اداؤه 100% في نص الملعب. طب ده يدل ان المهاجمين مصر قليلين، يعني طبعا، ان هم ما عرفوش ولا يجيبوا جول. طبعا على فكره يا كابتن، والدوري المصري اوضح من الدوري المغربي كمان. واللياقه البدنيه بتاعت الوقت حالا بتاعت الوداد والرجاء هتلاقيهم 70% 75%، الاهلي والزمالك 55 اقصى حاجه 60% كمان. لا طبعا اعلى طبعا. الفرو اللي هيلاعب الزمالك ده هنخش عليه، يعني الفرو قوي جدا جدا جدا، ونفس قولك على سيرفيكات الاهلي نفس قولك على سيرفيكات الزمالك نفس الشيء. فطبعا لا، حمدي فتحي ما يلعبش سيرفيكات ابدا ابدا. زي ما قلت لكم الكابتن سيد، يعني كابتن سيد حسن قال ايه؟ بيجيب الخلاصه. يعني انت متخوف من قلب الدفاع جدا. طب ونبتدي وبقيه الفرقه؟ يعني ما انا هقول لحضرتك دلوقتي، انت ممكن يعني حضرتك تتفاجئ بيها. انا متخوف من قلب الدفاع، وبعد قلب الدفاع بس المسافه كبيره محمد شناوي. محمد شناوي جون مصر انا متخوف منه. ده النهارده الاعداد عامل لنا حاجه على محمد شناوي جميله جدا. ما مصر كلها بتتكلم عليه. انا شايف الاجوان ده مرشح من خمس لعيبه حراس مرمى على في الفيفا، احسن حراس مرمى في افريقيا. ومرشح، والخمسه صفوا على 2 احمد شناوي ولاعب محمد شناوي ونانا حارس اياكس ونانا حارس اياكس. يعني هم الاثنين بس مرشحين من الخمسه، يعني هم اللي في الصداره. بتخاف منه؟ والله انا مش شايف محمد شناوي جون كبير يحرس مرمى الاهلي زي حسام الحضري وشوبير وثابت البطل واكرام، الاجوان الكبيره دي انا مش شايف ده برضه. شايفه جون مجتهد، عنده طول فارق معاه في ادائه. لكن محمد شناوي جون يا كابتن يطمنك 100% خالص.
يعني مثلا بالمقارنه بجون الزمالك جنش؟ لا مش جنش، لا جون الزمالك اللي من الاسماعيلي محمد عواد. فاكر يا كابتن محمد عواد وهو في الاسماعيلي كان احسن من حارس مرمى في مصر، وكان شايل الفرقه كلها في اطمئنان، في حارس مرمى كبير شايل الفرقه. انا مش محمد شناوي يشيل فرقه الاهلي لا خالص، يعني بدليل ماتش سان داونز لو تذكروا 5-0 كان الاهلي وحش، كان طبيعي جدا محمد شناوي شال جون واثنين بس، مش يخش في 5 اجوان. فانا ما علينا، يعني انا تخوفي من بعد السردباكين ياسر وايمن اشرف بعديه بمسافه كبيره محمد شناوي، لكن قلقي الوحيد في الكور العرضيه في 1 ضد 1 وفي السرعات من ياسر ابراهيم وايمن اشرف. يعني طب ده غصب عن موسيماني ان هو هيلعب كده المدير الفني النادي الاهلي، ان ما عندوش، يعني عنده رامي ربيعه متعور وعنده سعد سمير متعور وعنده لعيبه كتيره جدا متعوره، فغصب عنه هيعمل ايه؟ حظه وحش. انا كنت بتمنى الاثنين يلعبوا مع موسيماني ده تحديدا يا كابتن، رامي ربيعه والمصاب بتاع الاسماعيلي الناس اسمه اسمه دوت هنجيب اسمه دلوقتي. ده انا كنت بتمنى الاثنين دول ان هو متولي محمد ربيع. كان تيم الاهلي كده كان هيبقى تيم متكامل بفكر موسيماني ده. كان عايز سردباكين 100% ان هو بيبدا، طبعا انت حضرتك متابعه، بيبدا الكوره من تحت 100%. هو بيحب يلعب كوره جميله. طبعا كورته جميله جدا، هو اللي عملها في سان داونز بيعملها في الاهلي دلوقتي. هو بيعتمد على الكوره 100%. ما اعتقدش ان ياسر ابراهيم وايمن اشرف يساعدوه خالص خالص انه يبدا الهجمه من ناحيه الرايت من ياسر ابراهيم او محمد هاني او واحد شيفت كده بين الاثنين، مش هيساعدوه خالص. طب انت شايف ان موسيماني عارف يقرا فرقه النادي الاهلي في الفتره الصغيره ديت؟ هو اصلا بيحبهم وكان عارفهم جدا. حاجه طبعا هو سعيد جدا انه مسك تيم الاهلي، مبسوط جدا جدا جدا، وهو اصلا مدرب كوره، فانا عشان كده انسجم بسرعه او ساعده اداء اللعيبه بتاعت نص الملعب في الاهلي، ساعده جدا جدا جدا. فانا اعتقد الاثنين ساعدوا بعض، الاثنين موسيماني وفرقه الاهلي وفرقه النادي الاهلي. طبعا. طيب نخش على الزمالك. انت شايف ان ماتش الزمالك برضه صعب زي ماتش قبل ما اروح للزمالك، عايز بس الاهلي بالنسبه للنادي الاهلي. انت شايف ان الوداد اتظلم من الترجي الموسم اللي فات، فممكن الكاف يكون متعاطف مع الوداد في الحكام في النتائج علشان يعوض له الوداد البطوله اللي فاتت؟ هو طبعا ظلم 100% طبعا. انت شايف ممكن يتعاطف؟ لا بس انا من غير ما موقف يحصل يا كابتن، انا شايف ان ماتشاتنا بره بيبقى احنا ضعاف جدا كاهلي وزمالك، والفرق الثانيه كلها ايا كان اهلي وداد مغرب الجزائر تونس، بيبقى الفرق الثانيه متفوقه علينا الحكام 100%. زي جون نرامكو ده في الاهلي بالايد. فانا شايف من غير ما يبقى متسببين، طبعا خايف جدا جدا من الحكام، خايف جدا 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 على الاهلي والزمالك من التحكيم بره، من اخطاء التحكيم بره. لا ده انت خايف عليهم من زمان، انما الوقت اللي فيه الوداد اتظلم السنه اللي فاتت، تخاف اكتر ولا هو؟ لا طبعا خاف اكتر. تخاف اكتر طبعا. طيب نخش على الزمالك. ايوه. الرجاء واخد البطوله ومنتشر جدا جدا، وهل ده سلبي ولا ايجابي في مقابله الزمالك؟ الرجاء المغربي محاصر على البطوله في اخر ثانيه. انت عارف الوداد جه في جول في اخر ثانيه. فهل تفتكر ان ده ايجابي لنادي الرجاء ولا سلبي نادي الرجاء، او ايجابي نادي الزمالك او سلبي نادي الزمالك؟ لا هو ايجابي نادي الزمالك. ليه بقى؟ وسلبي لنادي الرجاء ان هم بيلعبوا بطل، وخد بطوله المغرب كان متاخر جدا. الوداد كان اول 75% من الدوري، واخر شوط او اخر اشواط هو اللي خد البطوله طبعا. ده والزمالك بحس يا كابتن بالمواقف الاخيره دي فرجاني ساسي مش موجود وعنده دروب مستوى. الزمالك في المواقف دي مش عارف ليه بحس انه حظه بيبقى كويس، زي ما مصر كلها في كاس سوبر مع الاهلي وكاس سوبر مع الترجي. مش الاهلي، الترجي، كل الدنيا قالت 90-10 والزمالك اللي خد بطوله. الزمالك خد بطوله. حظه في المواقف دي اما يكون البدايه مش لصالح الزمالك في الاعلام وفي الصوره، الزمالك بحظه كويس جدا جدا جدا. فانا يعني بتمنى ان الزمالك يعدي الرجاء كمان، بتمنى يا رب. بالرغم انه عدم وجود ساسي، لو هو لحد دلوقتي نقدر نقول 50% موجود ساسي و50% مش موجود، لان المسحه طلعت ايجابيه ومسحه بعد 3 ايام طلعت سلبيه، وهيعملوا مسحه النهارده كمان. يعني موجود او مش موجود، تفتكر لو مش موجود برضو الزمالك حظوظه اعلى يعني؟ لا كده، لا انا بتمنى وجود ساسي يا رب يكون موجود طبعا. ده انت بتلاقي هيلعب مكانه زيزو. زيزو اصلا اما بيكون هو مستوى جيد هاف ليفت او هاف رايت، الديفندر دي بمقاوماتها كلها
اللي فيها ناحيه دفاعيه زي طارق، مش عنده خالص خالص، مش عارف يعملها خالص. لو عمل ناحيه دفاعيه مش هيقوم بدوره الهجومي بمستوى جيد. لو عامل ناحيه وانا خايف يسرح كمان في اثناء الجيم، يسرح انه في البوزيشن بتاعه. فانا لا، وجود ساسي في المباراه جنب طارق حامد هيفرق مع الزمالك 100% من بدايه المباراه لاخرها. يعني وجوده خبراته كبيره جدا جدا جدا، بيدافع كويس قوي مع طارق حامد، وهو لعيب كبير قوي في الباص. طيب هم دلوقتي بيبلغونا في كنترول ان ساسي طلعت ايجابيه، المسحه ايجابيه، ولكن انا وانا جاي في الراديو سمعت ان هم نادي الزمالك طلب من الاتحاد التونسي ان هو يديله التقرير بتاع المسحه الايجابيه ديت، وما ما بعتهولوش، فعمل مسحه هو خاصه في مستشفى خاصه طلعت سلبيه. فاحنا محتارين، يعني احنا لحد دلوقتي محتارين هل ساسي ايجابي ولا سلبي. خلينا يعني ان شاء الله يلعب باذن الله ويبقى تطلع سلبي، بس عشان كمان صحته مش عشان الكوره، ان يكون ربنا يشفيه يعني. انت اتكلمت على الشناوي، طب ابو جبل بقى، ايه رايك في ابو جبل في الماتش دوت؟ مش عارف، انا حاسس يا كابتن ان جدش اعلى من ابو جبل. انت ما بتحبش الاجوال الطويله؟ لا مش على طويله. انت حضرتك في الفتره الاخيره دي لعب ابو جبل ولعب جنش، او جنش لعب الموسم اللي فات كله قبل الاصابه. مش عارف، حاسس ان هو عنده مرونه وقوه ورشاقه افضل وحماس. جنش افضل من ابو جبل. مش شايف ابو جبل انا، يعني شايف جنش هو المفروض يقف، بس طبعا الراجل مقتنع بيه ونادي الزمالك طبعا بيلعبوه كتير جدا في الفتره دي، فهو اللي هيقف يعني. لكن لو هختار انا كنت اخترت جنش. جنش مستواه اعلى من ابو جبل. طيب والتغيير المدرب، يعني هنا الاهلي غير فايلر، وهنا الزمالك غير باتشيكو لما كان كارتيرون اللي مشي. تغيير المدربين، نروح للزمالك، تغيير المدرب اثر في ارتفاع مستوى الزمالك ولا هيأثر في الماتشات دي؟ لا هيأثر. ده كارتيرون قده 50 مره، قد باتشيكو 50 مره. ده مدرب عبقري، والاهلي اخطا من اول. طبعا الاهلي يا كابتن في فتره كارتيرون معاه خسر ماتش، وصل نهائي افريقيا ما كانش معاه لعيبه. ايوه صح، احنا كلنا فاكرين فعلا. وعامل ماتشات فوق الممتازه ومشي. لا طبعا كارتيرون اعلى من، انا كنت بتمنى ما يمشي في الزمالك يروح الاهلي انا. لكن التغيير بتاع الاهلي حضرتك سالتني عليه بين فايلر وموسيماني ده عشان الاهلي ولاد حلال والناس بتحبهم، ان فايلر ده مشي. يا بابا ما كنتش مقتنع خالص. ده ما خسرش ولا مباراه. لا خسر ماتشين. لا خسر الزمالك. لا خسر الزمالك، لا خسر ماتش الزمالك وسان داونز. حضرتك تعيد الذاكره كده تاني، هناك نخسر 18 هناك يا كابتن. ايه ده؟ راجل لعب 50 ماتش، ماتشين بس اللي قويين لعبناهم، نادي الزمالك وسان داونز. نادي الزمالك كسبك 3-1 بسهوله جدا، كان ماتش كان الزمالك بيلعب ترسانه، ماتش سهل قوي. والماتش الثاني بتاع سان داونز ده، سان داونز نمره 10 ضيع جوه ال6 يارده 5 تجوان، نمره 10 وغير الشناوي شاله وكده في العارضه. لا مدرب قليل جدا، اللي هم قالوا مدرب كبير جدا، والله اقل مدرب مسك النادي الاهلي. انت بتتكلم كده يا كابتن سيد على ان الفرقه المصريه مش قويه قصاد النادي الاهلي. طبعا يا كابتن، باستثناء الزمالك. انت بتتكلم عن الزمالك وصن داونز طبعا. انما قلت الفرقه المصريه كلها اللي اقوى ماتشين زمالك وصن داونز. طبعا دول في الماتشين اللي يعني لو كان الزمالك لعب الماتش الاول بتاع الدور الاول برده كان ممكن يكسب. طبعا مع فايلر ده. والله ما فايلر ده مش عارف، انا مش عارف هم قيموه ان هو مدرب كبير ازاي يا كابتن. يعني ايه ما لعبش ولا مباراه غير الزمالك. لا من النتائج مش هي السبيل. ما موسيماني في ماتش بيراميدز الاخير ده اتطرد منه واحد بعد 20 دقيقه، ولعب ساعه و10 دقيقه ناقص. صح، احسن اداء في الثلاث ماتشات لموسيماني الماتش ده. ده راح له الجول اكتر من الفرقه وده ضربه جزاء وجاب كوره. بس انا ماليش دعوه بدي، ماليش دعوه بضربه جزاء ومش دعوه بكوره في العارضه. الاداء يا كابتن، اداء موسيماني وهو ناقص واحد. انت طبعا لعيب كبير وفاهم الاداء زي ما هو. يعني بيراميدز بيهاجمك مره انت بتهاجمه مره، بيروح على الجون جبت كوره في العارضه. لا موسيماني انا عندي قناعه بيه شديده جدا، بس هيظهر لي ده بكره عشان انا متخوف كده من حاجه يعملها ربنا يستر انه ما يعملهاش. يعني لا قول لنا ان يلعب بتاع نص الملعب. 3 نص ملعب. انا سامع احد نجوم النادي الاهلي بيقول لو لعب 3 نص ملعب ممكن يكسب المباراه. ازاي يكسب؟ ازاي يقول 4-3-3 يكسب ازاي؟ ده حط ال3 المهاجمين مين؟ اجاييه ومروان وباجي. 3 مهاجمين، يعني يلعب 4-3-3. ايوه. طب ايه رايك انت لو عمل كده يا كابتن وهو لسه بقاله 3 اسابيع بثلاث ماتشات وما جربش طريقه خالص؟ ممكن يعمل ده؟ لا مستحيل. وهو لعب 3 ماتشات 4-2-3-1. واحنا ما احنا يا كابتن اما هنوصل للوداد ان احنا نلعب ب3 في نص الملعب، يبقى احنا خايفين، يبقى احنا هجومنا هيقل 15-20%. ليه؟
انا شايف اتنين بس يا كابتن في الحته دي، حته الاريا دي 6 دي، اليو بادجي، اليو ديانج وعمرو السوليه كفايه جدا. واما جربناها، مش جربناها في ماتش الزمالك، ايه اللي حصل فينا؟ صح. احنا اتبهدلنا واحنا بنتبهدل والاهلي بيتبهدل او مستواه. لا احنا مين؟ احنا اهلاوي بقى. يا كابتن اهلاوي. مش انت، ما انت ابن الاهلي يا كابتن. يعني انا بقول الاهلي كان سيء جدا 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 بالطريقه دي، وفايلر لما جرب الطريقه دي والاهلي كان قدامه اداؤه سيء جدا جدا جدا. مش ده مدير فني؟ مش المفروض وانت بتعمل طريقه وهي سيئه بتغير؟ صح ولا صح؟ غير؟ ما غيرش. ما غيرش لما جه في جون واتضغط بدا يغير. يعني غير يا كابتن مش بمزاجه، مش بفكره، غير غصب عنه. وانا ما بحبش ده في كوره، ما بحبش المدير الفني ده. المدير الفني ده عبقري، حاجه عبقري. ما فيش حاجه اسمها ظروف تخليه يخسر من طريقته عشان يبدا يغير اللي هو مش عايزه. لا انا يعني بتمنى موسيماني ده ربنا يوفقه بكره، بس ما اعرفش ثلاثه دي هتعمل دروب. طيب بص انا بقى معلش، جالي رساله دلوقتي من الحاج مجدي حسين بيقول لحضرتك مانويل جوزيه لعب قصاد الصفاقسي بثلاثه نص ملعب وخد المباراه في اخر ثانيه بهدف ابو تريكه لو تفتكر، وخد البطوله. فممكن يكون الناس بتقول لموسيماني، هو بيقول ممكن تكون اداره النادي الاهلي وسيد عبد الحفيظ وكل اللعيبه ان هم لعبوا نهائي بثلاثه وقدروا يكسبوا المباراه. يعني بيفكرني الاستاذ الحاج مجدي حسين. انا كلمت في الواقعه دي بالظبط مستر مانويل جوزيه في دوري دفاع الجوانه، سالته في كل الحاجات دي. كان فكره هو لعب يا كابتن الماتش كله لا خالص. لا ما لعبش، لا هو لعب 45. انا فاكر كان واحد افريقي، ما هو اكوتي بتاع المصري، أكوتي وحسام عاشور ومحمد شوقي. ايوه لعب ثلاثه أيوة. امتى؟ شوط واحد. ان هو كان همه جدا في التكنيك بتاع المباراه ان الشوط الاولاني يا كابتن ما يخش فيه جون، وكان بيهاجم. ده كان في بقى نجوم مين بيهاجموا؟ بركات وسيد معوض وابو تريكه. يعني في لعيبه في الطريقه اللي انت وفلافيو في ناس نجوم كتير جدا، واحمد فتحي نجوم كويس قوي تخليك تهاجم وانت بتلعب ثلاثه. الوقت يا كابتن الاهلي ما فيهوش دي. ثانيا الراجل عمل تكنيك، ليه فكر، هو عمل فكر مؤقت شوط، والشوط الثاني عمل ايه؟ غير طريقه خالص، غير طريقه 100%. قول لنا تشكيل الاهلي كده. اللي انا بتوقعه محمد شناوي وياسر وايمن اشرف وعلي معلول ومحمد هاني واليو ديانج والسوليه واجاييه وحسين الشحات وقفشه. وانا عايز بادجي، انا بتمنى بادجي مش مروان محسن، هو يلعب مروان محسن، هو بيحبه. كابتن سيد عايز اسالك سؤال مهم جدا. مصر كلها قلقانه من مروان محسن، ما طبعا مهاجم كويس جدا انا بحترمه وبحبه جدا جدا لعلمك كان مظلوم. ليه كل المدربين بيلعبوه وكل مصر ما عايزينه يقعد؟ ليه المدربين بيلعبوه؟ انت لعيب كوره وعارف طبعا. كابتن سيد حسن كان بيلعب في الاسماعيلي وكان لعيب كبير جدا. ربنا يكرمك. ويعني عايز اقول كنت بتمتع بيه وهو بيلعب. ربنا يكرمك. كلاعب كوره اشمعنى المدربين بيلعبوه وكل الناس بيقولوا يريح شويه؟ طب اقول حاجه وارجع لدي تاني على طول. اتفضل. ما طارق حامد كل مدربين منتخب مصر لعبته نادي الزمالك، وهو اقل هاف ديفندر في تاريخ نادي الزمالك، في التاريخ كله. بس طارق باين ان هو بيعمل مجهود قوي، انما رمضان مش باين. ارجع بقى لمروان. انما مروان مش باين. لا مروان ما حدش، انا مش شايف، ما شفتش حد متعاطف معاه الوقت يا كابتن الراجل ده موسيماني، ودي مستغربها جدا. ولذلك جاب جولين في اول دقيقتين. جاب جول وجاب جول تاني. يعني ما انا مش بقول وحش، انا مش بقول مروان قليل، لا مروان فيرود كويس. بس انا على بادج ده وسرعاته والكور العاليه انا شايف هو احسن، وهو المفروض يلعب، وخصوصا احنا نلعب بره عايزين ضغط وعايزين جري كتير. مروان دي مش عنده. يمكن يكون مروان في داخل الصندوق بيعرف يجيب جون احسن منه، بس احنا هناك هنبقى داخل الصندوق كتير ما اعتقدش قليل طبعا. فمحتاجين الراجل ده بسرعات، ضغط على السيرفكين، كور عاليه، هيفرق معانا جامد جدا. طيب ده تشكيل الاهلي. طب تشكيل الزمالك هيلعب طبعا ابو جبل ويلعب سيرفكين الونش ومحمود علاء. سليم ولا مصاب؟ مين؟ محمود علاء. لا سليم. ويلعب احمد الولد الصغير. الزمالك بكره الحزام مش هيلعب. احمد عيد وباك ليفت عبد الله والديفندرين. انا فاكر عبد الشافي سافر معاهم. والله كنت بتمنى ان عبد الشافي الماتش ده. لو يمكن يلعب، يمكن يلعب لانه سافر. يا ريت. فرق بقى جامد جدا. عبد الله جمعه وبعدين نص الملعب طارق حامد وزيزو كده لو سالم ما لعبش، وثلاثه نص الملعب اوباما وبن شرقي وبن نجم وفرود مصطفى محمد. يعني نقطه. مصطفى محمد ولا لا مصطفى محمد ومفيش ولا
ولا الراجل ايه؟ بيلعب كابونجا كاسونجو كابونجا. لا يا راجل، لا راجل، مش ممكن. لا هو بيلعب بيه لا، صح، من مصطفى اول ما محمد جه هو بيلعب رقم ده واحد. الامل بتاع نادي الزمالك في البطوله دي هو مصطفى محمد يا كابتن، وبعديه بكتير قوي بن شرقي. طب يعني مصطفى خليني محمد. خليني اناقشك عشان انا برضه لعبت كوره وانت لعبت لاعب كوره. كبير. هو الراجل مقتنع بكاسونجو، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا مش هندخل 18 كتير، فمحتاج واحد جراي. لا يا كابتن، انت مش هتخش ماتش كتير، بس انت هتعمل كور عرضيه كتير مثلا. مين اللي هيتفوق كوره عرضيه بهيدرز بصفه لا بقى لا خبير مصطفى طبعا، لا مصطفى محمد. خليفه. لا على ابو جريشه وجمال عبد الحميد. ايوه صح. ايوه صح. الوحيد اللي بيلعب بدماغه كويس بعدين على الاثنين. بس بعديكم مسافه. بعدين المسافه. مش بمسافه. لا لا ما عندوش الموهبه بتاعت الهيدرز بتاعت كابتن ابو جريشه وكابتن جمال حميد. هو ما عندوش، لكن يقدر قوي، يقدر يطلع، مش زيكم يعني. مش الكابتن جمال كان بيطلع يوجه الكره هنا، مش عند مصطفى دي ناقصاه، او دور مدرب، ممكن مدرب يضيفها له. عشان كده انا بطلب من المستشار مرتضى منصور ايوه ان يقعد معايا بس كل يوم حوالي نص ساعه. كل قصدي اسبوع نص ساعه، لان اصلا المدربين كان زمان في طارق يحيى، في مصطفى عبده، في حماد عبد اللطيف، في احمد رمزي، في كور عرضيه كتير. النهارده كلهم زيزو عايز يخترق طبعا، بن شرقي عايز يخترق، السياسي عايز يخترق، صح ولا غلط؟ مظبوط. فمبقاش في كور عرضيه كتير لمصطفى. بس حضرتك بتقول لي عايز تقعد نص ساعه مع استاذ مرتضى منصور؟ لا مع مصطفى محمد. قلت مرتضى منصور. لا انا اتصلت بمرتضى منصور اقول له عايز اقعد مع مصطفى محمد نص ساعه كل اسبوع. المفروض العكس، المفروض هو اللي يطلب يقعد معاه. لا ما هو على اساس المدرب مش هيرضى طبعا. المدرب يقول لك طب انا بعمل ايه؟ فانا عايز اقول بس ازاي مصطفى يتحرك في ال 18 عشان نقدر نرفع له كتير. طبعا دي لان مستر باركر هو اللي اكتشف جمال عبد الحميد براسه. لان انا بلعب بقالي 10 سنين، 6 في الاهلي و4 في الزمالك، لغايه ما جه مدرب اجنبي قال الراجل ده بيلعب براسه كويس، استغلوه. فبدا كل الاوفرات تبقى موجوده، بدا الناس تعرف ان في واحد بيلعب دماغه. طيب انت شايف ان كاسونجو يقعد؟ طبعا. حاجه ثانيه بين كاسونجو ومصطفى محمد بره 18 تقول جوه 18 بره 18 مصطفى محمد محطه قويه جدا للزمالك. صح دي كاسونجو خالص مش موجود خالص. كاسونجو عايز كور طويله، لا ده ممكن كاسونجو ممكن يلعب اخر ربع ساعه علشان الهجمات مرتده، ممكن. لكن مصطفى محمد انا مستحيل. انا لو انا في مستوى الزمالك انا كابتن البطوله دي، لو ربنا كتب للزمالك انه يعدي ويوصل هيبقى مصطفى محمد اللي هيجيب جون واللي هيتعب لك مصطفى محمد. طيب انت كمدرب ومدرب في الملعب، وعندك لعيب اساسي مصاب، وعندك لعيب صغير يلعب في نفس المكان، ولعيب خبره ممكن اجيبه يلعب في مكان الدوت، بس ده يعني زي احمد عيد لعب باك رايت طول عمره، من صغره بيلعب باك رايت، ومحمد عبد الغني بيلعب مساك، وعايز الراجل عشان خبره يجيبه باك رايت. تلاعب اللي بيلعب اساسي على طول في حياته وهو صغير باك رايت، ولا تنقل واحد خبره مكان حازم امام؟ ماتش الرجاء ده بره، لو في القاهره هنا هلاعب الصغير بره دي انا هلاعب محمد الغني. محمد عبد الغني طبعا. فكره محمد الغني ده مظلوم جدا، ده مساك احسن مساك في مصر. يا سلام، برافو عليك. والله لا اتظلم بالقعده. انا بتكلم عن الزمالك يا كابتن. اصل محمود علاء وونش عملوا ايه؟ تعلقوا الاثنين، فمحمد عبد الغني قعد. انما لو في ثغره هتلاقيه رقم واحد، انا عارف. والله يا كابتن محمد عبد الغني هو طبعا هو بالونش ومحمود علاء الونش هو الاعلى عشان الكور العاليه، لكن محمد عبد الغني احسن في الاثنين في كل حاجه. كابتن الونش فكره في 1 ضد 1 صعب جدا جدا جدا، ومحمود علاء طبعا وحش جدا في سرعه، في مهاره، في اي حاجه. عشان كده محمد عبد الغني عنده التزام في دي يا كابتن هايل. طيب. هو فعلا مظلوم ما بيلعبش. طب لو انت برضو كمدرب نادي الزمالك وجالك ضربه جزاء، تدخل محمود علاء تاني؟ مضيع ضربتين ورا بعض في ماتشين. ده ما فيش حل، مش هعمل كده. محمود علاء برضو؟ طبعا. ده مضيع 2. ما الا اذا كابتن ايه في بديل، والبديل ده اللي طلب شوط. خلي بالك زيزو شاط نهائي كونفدراليه وكسبنا، يبقى زيزو كسب الزمالك. انا اما قلت يا كابتن دخل مره و2 شوط، ده قلت رقم 2 مش بيرضى، مش عايز يخش شوط. انا اتهيأت كده. لكن لو في حد زي محمد، انا قفشه مش عاوز يشوط ضربه جزاء. انا اللي ضيعها دي انا مش شايف ان هو مهاري ضربه جزاء. شايف السوليه وعلي معلول شايف ناس كتير، وديانج اللي جنبه دوت انا مش عارف. هو لعيب عالمي، لعيب كبير قوي. ده لعيب كبير قوي، لعيب كبير جدا. ديانج ده كابتن لو هو وحش بكره ومع السوليه احنا هنتبهدل. الاهلي هيبقى سيء جدا جدا جدا، ان اللي هيشيلك وراه مش موجود. اللي هيشيلك اللي هيشيل بعض اخطائك او كل اخطائك هو مش موجود، هو قليل، مش هيقدر، مش هيعرف.
مم. فطبعا لا، لو في ضربه جزاء زيزو يشوطها يشوطها. مم. الاستاذه ماجده عبد الحميد ونهله زكريا ووائل منير وجدو حسام بيقولوا لك كابتن، يعني احنا لو مدربين، انت طبعا قلت محمود علاء نغير محمود علاء انه زعلنا ماتشين ورا بعض، فبتختلف من مدرب ما انا لمدرب. قلت لا، انا قلت بس ما انا قلت يا كابتن، انا ككنت لعيب كوره، فاللي بيشوط الاول كابتن جمال حميد وانا رقم 2. لو هرب هتعمل انت ايه؟ انت انت هتشوط، لازم هتشوط، فانا مش عارف الكواليس دي، مش عارفها. لكن رقم 2 زي زيزو، زي ما بقول لك رقم 2 في الاهلي قلت لك لازم. وانا شايف يا كابتن موضوع ان رقم 1 ده يشوط على طول موضوع فاشل جدا يا كابتن. صح. في ضربه جزاء في 1 2 3 بيشوطوا، جه ضربه جزاء شوطها كابتن جمال، في انا شوطها انا ضربه جزاء اقصد كده. لو جه ضربتين جزاء في الماتش انت واحده وانا واحده. ايوه لازم كده جدا. مش لازم واحد بس يشوطها، عشان في مواقف اما هنحتاج رقم 2 هيبقى خايف، مش مظبوط، ما عندوش خبرات وما عندوش الجرأه، لا لازم الماتش ما هي ماتشات. انت ما بتدربش ليه؟ ما انا يعني ما هكلمك بعد الهوا، يعني كده بتمنى اعمل حاجه بس لوحدي، عشان لوحدي ان شاء الله. ان شاء الله، عشان انا زي فكره سيراميكا، انا فكره انت متضايق من الوسط الرياضي جدا 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 كده جدا، واشتغلت فيه. ما انا اشتغلت في الاسماعيلي سنتين، واشتغلت في 100 سنه، وفي حظ سنه. ال4 سنين انا جالي دروب نفسي، انا لقيت الناس، وانا كنت لعيب كوره اتعاملت بشكل خالص، واما بقيت مدرب اتعاملت بشكل ثاني خالص. فالناس الناس تتعب في مجال خلاص ان شاء الله نشوفك في التدريب يا كابتن سيد. ان شاء الله. لا مش في التدريب، انا حاجه بقول ان شاء الله، يعني ان شاء الله لو نشوفك في التدريب برضه تنزل الملعب تلبس ترينج وتنزل الملعب تدي انا ناقص ايه بس في الدورات، تدي للولاد خبرتك. ربنا يكرمك. ربنا يحفظك ان شاء الله يا كابتن، ربنا يكرمك. دلوقتي جري معاك كابتن سيد حبيبي يا كابتن جمال، ربنا عايز اقول لك كابتن سيد حسن من الناس اللي انا بحبها جدا. ربنا يكرمك. يعني انا وانا جاي النهارده وعارف ان هو الضيف كنت سعيد جدا جدا. ربنا يكرمك يا جمال، والله انا سعيد اكتر، وسعيد بمعرفتي بيك اصلا، واللي هي علاقه بيك انا سعيد جدا بيها. ربنا يخليك. والناس على فكره، الناس اللي بتكلمني في الوسط الرياضي وبره الوسط الرياضي، والله اللي انا بحدثهم عليك مش عارفين شخصيه كابتن جمال حميد كويس، فانا اللي بشرح بقى، انا اللي بقول مين الشخصيه دي عامله ازاي. ربنا يخليك. طب نقول اخر رساله بس للاستاذ علاء خلف ورزان وعمر خلف بيسلموا على حضرتك. كنت منور يا كابتن سيد. ربنا يكرمك يا كابتن، شكرا جدا يا كابتن. شكرا يا كابتن سيد، نشوفك الاسبوع الجاي. ربنا يكرمك يا كابتن ان شاء الله. هنسيبكم بقى مع زميلي الاستاذ عمرو جميل وضيفه الجميل اللي هيقدمه هو، لان انا عايز اعمل لكم مفاجاه، لان هيكلمكم في حاجات جميله جدا. اسيبكم وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.